أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات المحاماة والناس. وفي حلقة اليوم هنرد على تساؤل بيدور في ذهن أغلب الناس: متى يحكم القاضي على متهم بالحبس مع إيقاف التنفيذ؟ تابعونا. في البداية لازم نعرف إن إيقاف التنفيذ بيكون في حالة لو كان الحكم بعقوبة الحبس مدة سنة أو أقل. يعني ما ينفعش يصدر حكم بالحبس 3 سنوات مثلا مع إيقاف التنفيذ. طيب ليه القاضي بيحكم بحبس المتهم مع إيقاف التنفيذ وما حكمش له بالبراءة؟ وهو إيه الفرق بينهم؟ إيقاف التنفيذ معناه إن المتهم مدان وإن الجريمة ثابتة بحقه، لكن المحكمة راعت اعتبارات معينة زي أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروف ارتكاب الجريمة، فحكمت بالحبس مع إيقاف التنفيذ. لذلك فالحكم بالحبس مع إيقاف التنفيذ مختلف تماما عن البراءة. طيب إيه برضو الغرض من إيقاف التنفيذ طالما إن المتهم مدان؟ الغرض ان القاضي بيحس ان المتهم مش هيعود لارتكاب الجريمه مره اخرى، فبيحكم عليه بالحبس مده اقل من سنه مع ايقاف التنفيذ لمده 3 سنوات طبقا نص الماده 56 من قانون العقوبات. وخلال ال3 سنوات دول لو ارتكب المتهم جريمه اخرى عقوبتها الحبس اكثر من شهر، بتطبق عليه العقوبتين: عقوبه الجريمه الاولى اللي القاضي اوقف تنفيذها بالاضافه لعقوبه الجريمه الجديده، لان المتهم في الحاله دي بيكون اثبت انه غير جدير بوقف التنفيذ وانه ميوله ميول اجراميه. طيب لو عدت ال3 سنوات ولم يرتكب المتهم جريمة جديدة، في الحالة دي بيعتبر الحكم الصادر مع إيقاف التنفيذ كأن لم يكن، وبيسقط بكل آثاره الجنائية ولا يعتبر سابقة من سوابق المحكوم عليه، وبترجع صحيفته الجنائية ناصعة البياض. وبكده أكون وضحت لحضراتكم متى يحكم القاضي على متهم بالحبس مع إيقاف التنفيذ. أتمنى يكون في الفيديو ده معلومة ولو بسيطة، وتحياتي لحضراتكم جميعا.